ابعتوا الفيديو ده لكابتن حسين حنفي، قولوا له الاهلي يفوز على فاركو. انت فين يا كابتن حسين؟ ما تقوليش بقى لا كابتن لبيب ولا حبيب، كابتن حسين حنفي فين؟ قولوا له محا بيقول لك الاهلي لو خد الدوري السنه دي هيكون بسبب الزمالك. انا عايز اللايف ده والفيديو ده يظهر لكل الناس. طبعا انا بشكر جمهور الاهلي المحترم اللي كله دعالي بعد العمليه، وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه عمري ما شفت غير كل محبه واحترام من جمهور الاهلي. بصوا يا جماعه، انا عندي كلام كتير عايز اقوله في خلال اللايف دوت. انا في انتظار تجمعات حضراتكم تعمل لي بقى لايك بناخيرك وشير في كل حته تعرفوها. الاهلي 2-1 وبيفوز على فاركو. سيبك بقى من هدف ولا اروع لحسين الشحات والجمال والحلاوه. انا عندي رساله مهمه عايز اقولها لغندوري وجرجيري وكيسه وبيسه وكل الناس اللي عماله تقول لي اصل الزمالك مطلع بيانات وقرارات. يا جماعه رسميا الزمالك هيلاعب سيراميكا. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان احنا طلعنا حنفي خلاص، حنفي، واحنا اللي بايدينا ادينا الدوري للزمالك. قولوا الكابتن حسين حنفي مش حسين لبيب. احنا طلعنا بنهوى ونونو وطلعنا خايفين من النادي الاهلي. طب ليه يا جماعه؟ قولوا لي احنا استفدنا ايه؟ استفدنا ايه من البيان؟ استفدنا ان احنا بينا للناس كلها ان احنا خايفين من النادي الاهلي لا يدينا 5-6. ما مفيش معنى تاني غير كده. طب هتكلم معاكم بكل امانه، مش لو هنتكلم كوره مش كان ممكن نادي الزمالك يوقف الاهلي؟ كان ممكن نادي الزمالك يرهق الاهلي في ماتش فاركو النهارده؟ لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا بنحب نبص على الاهلي، بنحب نقلد الاهلي، ان احنا مركزين مع الاهلي مش شايفين مصالحنا. وطبعا السوشيال ميديا ماشيين وراها. عشان كده قلت لكم نادي الاهلي فوق الجميع. انا عارف ان في ناس كتير كارهه كلامي بكل حياديه، ناس كتير مش عايزه كلامي يوصل عشان بتكلم بكل امانه، لكن انا هقولها وهفضل اقولها. الاهلي فوق الجميع، ومفيش حد هيقدر يبعدنا عن حبي من مصر هنا لنادي الاهلي المحترم. الوحيد من مصر نادي الاهلي بعد ما عملت العمليه دخل اطمن عليا ورسايل وحب. صدقوني مهما عملت ما هوفي جزء بسيط من اللي انتوا بتعملوه معايا. النهارده بيراميدز المباراه واقفه ومتعادلين بالعافيه مع سموحه. قولوا الكابتن حسين حنفي، قولوا له بيراميدز لو اتعادلت ولا خسرت مع السلامه، واحنا اللي بايدينا اللي بندي الاهلي الدوري. قولوا لهم الكلام دوت. والله العظيم انا بتكلم بكل امانه وكل حياديه. كابتن ميدو طالع يقول لك اصل الاهلي كبير، اصل الاهلي قوي، اصل الاهلي معاه الدونه. احنا الزمالك اتفضح، الزمالك بل كل الناس اللي هو بيشحت يا جدعان رسمي. انتوا فاهمين احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا جدا. بطلب من الجمهور المحترم اللي دايما بيدعم موحى المحايد المسامح كريم، مستني دعمكم الكبير. وصدقوني اللي جمهور الاهلي المحترم بيحبه ربنا بيكرمه. وبقولها لجمهور الاهلي الرساله دي، مفيش قوه في مصر هتستغل اي حاجه ما بيني وما بينكم. هفضل احترمكم طول حياتي على كل محبه وكل كلمه قلتها لي وكل تعليق وكل شيء، لان الاهلي تاريخ كبير. واللي بيحصل ده هم عايزين يدوا بيراميدز بالعافيه الدوري، بس ده مش هيحصل. لان والله العظيم الاهلي تاريخ كبير، الاهلي كيان، الكل عايز يقلد الاهلي بس محدش بيعرف يقلد الاهلي. قولوا الكابتن حسين حنفي خلاص، كانوا بيقولوا علينا بتوع بليله، دلوقتي بينا حنفي. الاهلي كسب وهيكسب واحنا اللي بنديله الدوري بايدينا. ده كلامي بكل امانه وكل حياديه. ومستني دعمكم الكبير. وبشكر المره المليون جمهور الاهلي المحترم اللي دخل دعالي بعد العمليه زي ما انتم شايفين كده. وشكرا لكل حاجه حلوه بتعملوها معايا.
مستني دعمكم الكبير، وده كان كلامي بكل امانه وكل حياه. السلام عليكم.